بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. احنا ابتدينا صوم الميلاد، والكنيسه في اصوامها ليها قوانين مرتبطه بتدبير الكنيسه اللي السيد المسيح اعطى السلطان للرسل، وسلطان الرسل هو سلطان الكنيسة، سلطان الكهنوت، اللي يقول ما حللتموه على الأرض يكون محلول في السماء، وما ربطتموه على الأرض يكون مربوط في السماء. فكرة الحل والربط هي فكرة تدبير لخلاص الإنسانية. يعني إيه؟ يعني لما الكنيسة تحالل بتحالل لأجل خلاصك، ولو ربطت تربط لأجل خلاصك. يعني حتى لما تقول الكنيسة ما تتناولش، تأكد انها خايفة على خلاصك، انت لو تناولت تاخد دينونة اكتر. ومن ضمن الامور اللي فيها ربط هي القوانين. يعني ايه؟ يعني قانون الكنيسة هو قانون ربط. فتقول مثلا ان لا طلاق الى العلة الزنا، ده ربط. قوانين الكنيسة للصوم نقول تربط الكنيسة صوم، يعني تضع الكنيسة قانونا اسمه صوم. إذن سلطان الحل والربط هو سلطان كنيسة مرتبط بشيء واحد بس، أن الكنيسة تسعى بإرشاد الروح القدس أن تدبر خلاص كل أحد، وتدبر صورة كاملة لكنيسة أرضية تاخد شكل السماء. عشان كده اوعوا تظنوا ان تدبيرات الكنيسة الروحية مجموعة تقعد كده اسمها سقف وتقعد تتناقش وتطلع بقانون صوم، يقول لك طب انا ايه دخلنا؟ هم فرضوا صوم، انا صوم انا ليه؟ لا، فرض الصوم له قوانينه وله رؤيته. عشان كده ما ينفعش حد يقول انا مش صايم، نقول له تحت مسمى ايه؟ يعني تحت مسمى انك مش في الكنيسة، تحت مسمى انك مش عضو في الكنيسة، تحت مسمى انك لا تخضع لقانون الحل والربط بتاع الكنيسة. فيجي ناس بقى تقول ايه؟ اصل الاصوام دي مش رسولية. يعني ايه؟ مش حطوها الرسل. لا، لازم تفهم ان مبدأ الصوم حطوا المسيح. هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم، حينما يرفع العريس حينئذ تصومون. يعني إيه؟ في مبدأ حطوا المسيح اسمه الصوم، حينما يرفع العريس الكنيسة هتصوم. طب الكنيسة كانت بتصوم في العصر الرسولي، الأصوام بتاعتنا دي أكتر كتير. فكرة الكرازة كانت فكرة صائمة، يعني الكارزين كانوا بيصوموا. بولس الرسول اتكلم عن أصوام كتيرة كان بيصومها. لكن كانت الكنيسة في العصر الأول، في القرن الأول بالذات، لسه تدبيرات الكنيسة وضعت فكرة الصوم. أما بقى ترتيبات الصوم كانت وضعت إن الكنيسة بنصوم الصوم الكبير، وكان يتصام قبل الأعياد كاستعدادات. وبعدين ابتدت الكنيسة في القرن الثاني تاخد قوانين أكثر من كده، وبقت كل كنيسة محلية، يعني الكنيسة القبطية بقى ليها طريقتها في الصوم، تشترك مع الكنائس كلها في الصوم الكبير. الصوم الكبير ده صوم كل العالم بيصوموا مع بعضه نتيجة احتفال الصليب والقيامة. فأصبح الصوم حتى في القرن الأول والثاني كانت في اختلافات في احتفال القيامة والصليب. والكنيسة القبطية وضعت قانون الفصح، قانون الصليب، يوم الصليب ويوم عيد القيامة، وبالتالي العالم كله أخذ منها ترتيب الصوم الكبير، وأخذ مننا كمان ترتيبات أصوام تانية. صوم الميلاد في الوقت ده في القرن الأول والثاني
زيه زي صوم الرسل وزي أصوام كتيرة، ما كانش له قانون ثابت. يعني ايه؟ يعني الكنيسة لسه ما كانتش وضعت ترتيب ثابت ليه، كانت كل كنيسة في كل العالم بتقول حاجة. هنا في مصر انتشر بداية من القرن الثاني فكرة تسابيح كيهك، فأصبح في شهر كيهك في صوم، لكن لم يوضع قانون اسمه الصوم شهر كيهك بس، لكن كان زي ما قلت لكم الفكرة بتاعت ترتيبات الكنيسة لسه ما أخدتش ثبات، زي الأجبية ما كانتش لسه أخدت ثبات. كان في صلاة مزامير لكن بتتصلى ازاي أخدت أشكال لحد ما سبتت الأجبية. لحد القرن الرابع، في القرن الرابع بقى الكنيسة وضعت قانون لكل شيء. ليه بعد القرن الرابع؟ خلاص الاستشهاد خلص والكنائس بقت قادرة انها يكون ليها تدبير ثابت. الكنائس اتبنت، تدبيرات الكنيسة الإدارية اتظبطت، فابتدى توضع في مصر قانون صوم الميلاد في القرن الرابع، اللي هو ايه بقى؟ بيسموها أربعينية الميلاد. الكنيسة قالت زي ما كان، ما زي ما احنا بنستقبل المسيح في 29 كيهك اللي هو المولود، هناخد فكرة استقبال موسى النبي لكلمة الناموس انه صام 40 يوم. فقالت اذا تدبير صوم 40 يوم قبل الميلاد ده تدبير الهي علشان موسى النبي يستقبل كلمة الله، ومن هنا جت فكرة أربعينية الميلاد. وفي الكنيسة القبطية بتاعتنا ثبتت الفكرة دي، منها بقى أخذ كنايس أخرى، ومنها كنايس وضعت حاجة اسمها 6 أسابيع وملناش دخل احنا. كنيستنا القبطية ثبتت صوم 40. مع مرحلة ضعف ابتدى الأقباط ما يهتموش بالأصوام، وابتدى تخش أفكار مش مظبوطة. فجاء البابا خريستوزولوس قرن 11 وراح ثبت، قال يا جماعة صوم الميلاد قانوني، ووضع الأصوام القانونية. نتيجة من القرن السابع للقرن العاشر كان في ضعف روحي شديد نتيجة اضطهادات العرب، ونتيجة ان دخول افكار جديدة للمجتمع القبطي، نتيجة الهجمات الفكرية اللي جت من شبه الجزيرة ومن اماكن اخرى، فضعف فكرة الصوم. فاستدعى خريستوزولوس، بابا خريستوزولوس، انه يضع قانون اسمه قوانين الاصوام. مش هو اللي اخترعه بقى، يعني هتلاقي بقى ناس يقول لك ايه ده قانون صوم الميلاد ده من القرن ال11. لا، ده مش مظبوط، مش هو اللي اخترعه، لكن هو زي بالظبط لما بابا اثناسيوس يقول قائمة الكتب المقدسة في القرن الرابع ويحط اصفار كتاب مقدس. هل معنى هذا قبل بابا اثناسيوس ما كانش فيه اصفار مقدسة؟ لا، لكن الكلام ده معناه تثبيت قانون. يعني يقول يا جماعة يا اللي نسيتوا ان في قوانين اسمها قوانين صوم، هنحط قوانين صوم. لما حصل جبل المقطم، نقل جبل المقطم كان قبل صوم الميلاد، فالكنيسة وضعت 3 أيام ثابتة بجانب الصوم 40 مقدس كنوع من أنواع تخليدا للفكرة وشعور بأن الله الذي استطاع أن ينقل جبل المقطم نستطيع أننا نحن نقدم له 3 أيام علشان يرفع عنا كمان عامة كل غضب وكل ضيق. فوضعت 3 أيام دي اسمها 3 أيام المقطم، فبقى 43 يوم. ما تقروش في كلام بقى تقروه مش مظبوط بقى، يقول لك اصلها 6 أسابيع يعني 42 ويوم بتاع مش عارف ايه. لا، ده مش صح. صوم الميلاد القبطي أربعينية الميلاد و3 أيام جبل مقطم. جه بقى فيما بعد احد الاباء البطاركه اسمه غبريال ابن توريك، عمل شوية تغييرات، وبعدين الكنيسة وكان حابب انه يغير في صوم الميلاد، فالكنيسة رفضت الكلام ده، وطلع قوانين ابن العسال اللي هي قوانين كنسية
علشان ما يبقاش في حد ممكن انه يتنازل عن الصوم، فأعيد مرة تانية حاجة اسمها قوانين الصوم. أنا بقول لكم التاريخ ده كله علشان حاجتين مهمين. محدش يضحك عليك ويقول لك صوم ميلاد ده مش صوم آبائي، لا هو صوم آبائي. نمرة 2، الصوم في حد ذاته الكنيسة بتضعه مش نوع من أنواع الفرد. أنا لسه قايل، لا مش ممكن، أنا لسه قايل محدش يخش الكنيسة وفاتح موبايل. الصوم في حد ذاته بقى له أهمية قصوى قالها السيد المسيح، أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. الشيطان يترعب من الصوم. ليه؟ لأنك بتقدم ذبيحة جسد. كل أدوات الشيطان إيه؟ شهوة، ذات، كبرياء. فلو أنت سمعت كلام الشيطان هتبقى شهواني، متكبر، خارج ربنا، مش متضع. عشان كده الصوم يعمل ده. الصوم الجسد عايز ياكل، لا، وده كمان يكسر كبرياء النفس. الصوم كمان مش بس ذبيحة جسد، الصوم كمان ذبيحة روح. عشان كده يقول هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة وصوم. أنا دايما بقول خلي بالكم، اوعى يكون طقس الصوم بتاعنا في بيوتنا طقس مطبخ. اوعوا يكون طقس الصوم طقس مطبخ. يعني ايه؟ يعني ماما تقول كل سنة وانتم طيبين الصوم جه، يعني ايه؟ يعني مخللات، يعني فول وطعمية، يعني مش عارف ايه، يعني ايه، ده كله طقس مطبخ. لا، الصوم طقس روح. يعني ايه؟ يعني الصوم معناه اني هسأل نفسي هقدم توبة عن ايه، هزود صلوات ايه، هبتدي احضر قداسات بصورة منتظمة، اذا كان حد مخاصم بيتصالح. اذا الصوم هو رؤية روحية جديدة. ما ينفعش بقى تبقى الصوم بتاعك هو رؤية جسد، اكل وشرب. وما ينفعش يبقى كل تفكيرك في الصوم انا صايم يبقى لازم اكل كذا، لازم اعمل كذا. انت كده نقلت الاهتمام ازيد بالمادة. حد يقول لي انا في الصوم بتخن، ده شيء غريب جدا. يعني المفروض ان الصوم انت بتبقى فيه نسك مش تخن. يعني قدم مع الصوم روح، تجد الصوم فيه ارتفاع. قدم مع الصوم روح، يعني ليكن هذا الصوم له معنى جديد. قول الصوم السنة دي، صوم الميلاد ده انا هكرسه مثلا للجهاد في الصلاة، هكرسه للجهاد قدام ذاتي، هكرسه للجهاد قدام شهوتي، هكرسه للجهاد قدام معرفة. يعني ممكن تقول الصوم ده صوم معرفة، انك تروح قافل على نفسك كده كل يوم ساعتين عشان تقرأ مثلا في امور خاصة بالكنيسة. وخاصة الصوم الميلاد كمان صوم تسبيح. هتشوفوا يعني كمان اسبوع ولا اكتر نبدأ تسبيح كياك ان شاء الله. النهاردة بنبدأ صوم. طبعا اللي عنده بقى ظروف مرضية او حاجة زي كده ياخد حل من اب اعترافه، ولكن اللي ما عندوش ظروف مرضية واللي ما خدش حل من اب اعترافه، الكنيسة بتقول في قانون اسمه صوم، ما ينفعش حد ما يصومش. لإلهنا كل المجد والكرامة الأبد آمين.